يعد نور الدين ضرار واحداً من أبرز الأسماء الثقافية المغربية، فهو شاعر ومترجم وناقد وموسيقي وفاعل ثقافي. ولد بمدينة الدار البيضاء سنة 1960، وكرس مسيرته لخدمة الأدب والفن والفكر. تلقى تعليمه بالدار البيضاء قبل أن يتابع تكوينه في اللغة العربية والترجمة بكل من وجدة والرباط ومكناس، ثم اشتغل أستاذاً بالتعليم الإعدادي والثانوي، وبعدها في تكوين أطر وزارة التربية الوطنية، قبل أن ينتقل إلى مجال الصحافة المكتوبة والتدريس بمعهد الصحافة ومهن التلفزيون بالدار البيضاء. ويتفرغ اليوم للترجمة والتأليف والعمل الثقافي والجمعوي. يعد من مؤسسي نادي هايكو موروكو، كما أشرف على عدد من المشاريع والمنشورات الثقافية، وشارك في مهرجانات وملتقيات أدبية وفنية داخل المغرب وخارجه. أصدر العديد من الدواوين الشعرية، من أبرزها تسكعات في خرائط التيه، هلوسات خارج التغطية، استهامات العاشق الأوحد، تلك الجوكندا بلباس نومها، ومضات من آخر سماء، زخات من المطر الأخير، إلى جانب أعمال أنطولوجية في الهايكو وترجمات أدبية وفكرية شملت الشعر والرواية والتصوف والموسيقى والفنون التشكيلية والتراث المغربي وأدب الأطفال. كما صدرت له مؤلفات فكرية ونقدية، من بينها كتاب مديح الألم، شذرات في أعطاب الكينونة، وترجم كتاب أفروتوبيا للمفكر السنغالي فلوين سار، فضلاً عن مخطوطات جديدة قيد الإعداد. وحظيت تجربته الإبداعية باهتمام نقدي من خلال مؤلفات ودراسات تناولت أعماله ومساره الأدبي، كما أصدر ألبوماً موسيقياً بعنوان شغف من شعره وألحانه وأدائه، إلى جانب عدد من الأعمال الغنائية المنشورة على منصة يوتيوب. ويمثل نور الدين ضرار نموذجاً للمثقف المغربي المتعدد الاهتمامات، الذي نجح في الجمع بين الإبداع الشعري والترجمة والنقد والموسيقى والعمل الثقافي، تاركاً بصمة مميزة في المشهد الأدبي والفني المغربي والعربي.